السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم محبوبه الجماهير والكليان ديالي اللي هي الرخامه بشكل جديد ومذاق جديد اللي تواتات. صراحه جات واحد النتيجه اللي حمقاتني البنات وحمقات الكليان. جات شي حاجه طوب، شي حاجه واعره البنات. ضفت ليها مكونين وتواتاو مع بعضياتهم بزاف بزاف وعطاتنا نتيجه روعه، حمقات الكليان. وان شاء الله حتى نتوما غتجربوها تردوا عليا كيف جاتكم. انا مأكده غادي تنجح معكم ان شاء الله. غادي نعطيكم في هذا الفيديو جميع الخطوات والنصائح باش تنجح معكم. بالنسبه للناس اللي كيلقاو معاها مشاكل كبيره بالنسبه للتقطع ديالها كتكسر لهم ان شاء الله من اليوم فصاعدا، من هذا الفيديو ان شاء الله غادي تنجح معكم وما غاديش تهرس معكم الرخامه اللي كتعجب بزاف بزاف. ان شاء الله غادي نعطيكم النصائح، نشارك معكم الكميه والثمن بشحال كتخرج والخطوات من الاول حتى الاخر. ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. فيديو جد رائع. كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم من البارطاج الفيديو، واللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، هنا احتاجيت نصف كيلو ديال الكاوكاو مخلط ما بين بلدي ورومي. حمرته في الفران وحيدت ليه القشره ديالو وهشيته في الهاشوار او الطحانه اللي عندكم. ما طحنوش بزاف البنات حتى يولي بودر، خلوه فيه هكا مهرمش باش تجيكم الرخامه زوينه. انا كتعجبني الرخامه يكونوا فيها هكا الكاوكاو يكون مهرمش. غادي نضيف هنايا المكون اللي كيخليها واحد البنه زوينه. ملعقه كبيره ديال النكهه ديال البرتقال. الا ما كانش عندكم غادي تاخذوا واحد 3 البرتقالات وتحكوا القشره ديالها تكون رقيقه بزاف، تخرج رقيقه بحال شكل بوماد، كتعطي بنه زوينه للكاوكاو. بالنسبه اللي غادي نجمع بها الكاوكاو هو العسل ديال الدار. من الاحسن يكون العسل ديال الدار، الا ما كانش عندكم خذوا ديال الزنقه، ولكن العسل ديال الدار كيكون منسم وكيكون على اليد شي حاجه زوينه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي كنخدم به. لا بالنسبه للبقلاوه اللي خدمت معكم في الفيديو الاخير اللي لقات اقبال واستحسان عند الناس، عجبتهم بزاف، كنخدمها حتى هي بالعسل ديال الدار، ما كنشريش كاع العسل ديال الزنقه. المهم البنات، هنا غنجمعها بالعسل وغادي نضيف المكون الثالث اللي هو القرفه البنات، اللي كتواتى بزاف مع البرتقال، النكهه ديال البرتقال او قشور البرتقال الا كانت عندكم. المهم كتجي الرخامه بواحد التنسيمه واحد المذاق لا يعلى عليه، شي حاجه زوينه. القرفه والليمون كيتواتى بزاف. المهم وكنبقى نضيف العسل بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد هكا خليط اللي يكون هكا معلك كيف شفتوا في الفيديو. يعني كنجمع هذيك الكره كتجمع ليا داك الكاوكاو. كناخذ البنات هكا ورق الطهي اللي كنوضعها هكا في سطح العمل، وكنكب هذاك الخليط او نخوي هذاك الخليط على داك الورق الطهي، هكا نطلقو بالمدلك عادي، راه ما كيلصق ما والو. صافي كنطلقو كنستعمل بديك المسطره باش تجينا هكا مقاده باش ما نخرجش الكسور بزاف، يعني تجيني ديك الرخامه كلها مستطيل مقاده من الجناب ومتيوله. المهم باش ما نحيدش الكسور بزاف. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للسمك ديالها نتوما اللي كتلعبوا على السمك ديال الرخامه، بغيتوها عاليه بزاف ولا بغيتوها رقيقه، المهم ليكم الاختيار. المهم هي كتكون شويه عاليه شي شويه، ما ترقوهاش بزاف. هنا احتاجيت البنات الشكلاط اللي مذوباه في حمام مريم، بالنسبه للنوعيه كالا كندوبها. من بعد كنخوي الخليط ديالنا فوق الوجه ديال الرخامه. هاد هي اللي غتكون ان شاء الله الطبقه السفلى، يعني تكون لتحت. المهم غادي نخوي ونخليه غير يضرب الريح شويه هكا ينشف، عاد غادي نقلبها البنات. المهم كنقاد هذيك حطها فوق واحد الصينيه باش تجينا مسطره هذيك الشكلاط. من بعد ما خليتها حتى نشفات غادي ندير عليها ورق الطهي ونقلبها. هنا هو اللي غيكون الوجه ان شاء الله، هذا هو الوجه ديال الرخامه. وكنوجد الشكلاط اللي كندوبو المره الثانيه في حمام مريم، ما كنضيف ليه والو البنات. بالنسبه للشكلاط يعني ما كنزيد عليه حتى اضافات لا زيت لا والو. كيكون هاد النوعيه ديال هاد الشكلاط ديال الكالا مرخوف، يعني كتذوبوه مباشره كتخدموا به. وكنخوي على سطح الرخامه، يعني على الوجه ديال الرخامه كنخوي الشكلاط ديالنا
اسود. وانتم لكم اختيار، بغيتو ديروا الواجهه بيضاء ولا سوداء لكم اختيار. المهم كان خويا هنا موجده البنات الشكلاط ابيض، دايره في بوش او بلاستيكه، ضروري تكونوا موجدين الشكلاط الابيض. دابا راه ماشي مشكل، دابا راه الحال سخون. كنوجد هذوك البوش ديالي دايره فيه الشكلاط ابيض، وكنوضع خطوط عشوائيه، يعني خطوط عشوائيه، وكنكثر دوك الخطوط باش تجينا ديك الشكل الرخامي كتير. المهم كندير هذوك الخطوط عشوائيه بالشكلاط الابيض كيف ما كتشوفوا، وكناخذ واحد العود او موس، وكنمشي ونجي هكا باش نحصلوا على هذا الشكل الرخامي. كتجي المنظر ديالها راقي وزوين بزاف. المهم نتمنى تجربوها. وهنايا غادي نخليها تبرد تماما، ما كندخلوش الثلاجه، ما كنخليها غير كنشوفها مره كنوقف عليها كنشوفها الا نشفات كنوضع صبعي، غير كنشوفها نشفات صافي كنبدا نقطع مباشره، ما كنخليهاش تبرد ولا كتدخلها الثلاجه. الا دخلتوها الثلاجه راه ملي كتجيو تقطعوا راه غادي تهرس لكم. غير تشد راسها صافي، ما كيبقاش تلصق الشكلاط في يدك، يعني كتشوفيه راه صافي نشف. كتبداي تقطعي بواحد الموس يكون ماضي البنات، الموس يكون ماضي مزيان، وكنقطع بكل بساطه وبكل سهوله، ما كتكسر معنا ما والو البنات. المهم كتبغي الموس ماضي والشوكولاط ما يكونش داخل الثلاجه، يعني هذا الرخامه ما تدخلوش الثلاجه من عاد تقطعوها، يعني غير توقفوا عليها مره كديروا صبعكم كتشوفوها نشفت، وكتقطعوها بكل سهوله، اما مربعات او معينات بهذا الشكل هذا. كتجي الشكل ديالها زوين، ما كتهرس معنا ما والو، كيجي المذاق ديالها روعه البنات، مع داك القرفه والبرتقال. النكهه ديال البرتقال كتجي واحد المذاق خطير البنات، شي حاجه زوينه. خصوصا والعسل اللي كنجمعوه بها، راكم عارفين العسل ديال الدار راني خادمه بالليمون وخادمه بالحامض وبالديانه والقرفه. المهم والماء الزهر، المهم راه كيكون مقوم مسكه حره، يعني راه كتكون رخامه مقومه وشي حاجه زوينه. بالنسبه للكميه اللي عطاتني تبارك الله، هاد نص كيلو ديال الكاوكاو تقريبا عطاتني لواحد كيلو زياده، كيلو تقريبا وشي رابعه هكا، كيلو رابعه. بالنسبه لثمن البيع باش كنخرجها 80 درهم الكيلو. كيف ما كتشوفوا مقومه شي حاجه زوينه، وكيجي السمك ديالها عالي، لا بالنسبه للكاوكاو ولا بالنسبه للشوكولاط ديالنا، راه خليت واحد السمك لا باس به بالنسبه للشوكولاط. هذا هو الثمن. اما بالنسبه للطريقه ديال تقطاع البنات كيف ما كتشوفوا في الفيديو، نحط الموس وكنقطع بسرعه باش ما تكسرش لكم او تهرش لكم الرخامه. المهم ما يكون غير الموس الماضي، وما تخافوش من تقطع، يعني كتقطعوا بسرعه، كتهبطوا داك الموس على الرخامه ديالكم. وكيف ما كتشوفوا كتجي مفينيه وكتجي ما مهرساش. وبالنسبه للكوشه ديال الشكلاط حاولوا ما ترقوهاش، ديروها شويه هكا كيف ما كتشوفوا سمك لا باس به، حتى هو كيكون عامل باش يتكسر لكم الرخامه الا كانت طبقه ديال الشكلاط رقيقه بزاف. المهم هذه هي الطريقه الصحيحه باش تنجح معكم ويجي الشكل ديالها جد راقي ومفينيه وزوينه بزاف. المهم نتمنى تجربوها بهذه الطريقه اللي عطيتكم، كتجي جد راقيه وكتجي رائعه. وبالنسبه للكاوكاو البنات خليوه مهرمش، ما تسحقوش بزاف باش تجيكم معلكه وتجيكم رخامه زوينه بزاف بهذا المذاق والانسجام اللي كيتواتى مذاق الليمون مع البرتقال مع القرفه، كتجي خطيره البنات. المهم غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، غادي نقطعها نص ديالها مربعات، وغنقطع نص الكميه الاخرى معينات. المهم حتى نسالي، ومن بعد راه غادي نديرها في الكويغطات ونحطها في البواطه اللي غادي نديرها للسيده ديالها. المهم كتجي زوينه بزاف، جربوها وردوا عليا في التعليقات كيف جاتكم. تبعوا الخطوات اللي عطيتكم والنصائح اللي عطيتكم باش تنجح معكم ان شاء الله. كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير، ما تنساوليش اللايكات والبارطاج الفيديو باش تعموا الفائده وجربوه الاخوات. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات الدائمه ديالكم اللي كتحفزني باش نحط لكم دائما الجديد. شكرا لكم والله يخطيكم عليا، بسلامه عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.